نشكرك بصراحة، أعطيتنا حبيبي الوقت وخليتنا موجودين. الدلع. عمل مستمر، المهندس محمود لا يتوقف عن العمل ساعة، حاليا 11 وربع والعمل مستمر. زين انا اشتغل 4 ساعات مو هي. لا لا بالعكس، احنا هذا عملنا. الاتحاد العراقي يختلف عن بعض الدوائر او المؤسسات العراقيه. الاتحاد العراقي ممكن يكون عندك عمل بالاربعة الفجر، ممكن يصلك ايميل بالثلاثة، تعرف فارق الوقت بيننا وبين ماليزيا وايضا بين سويسرا الاتحاد الدولي، فتعرف هاي المخاطبات ممكن باي وقت تجيك، وممكن يكون عندك حدث يجب ان تكون تسوي خلية عمل لحل هاي المشكلة او او التفاهم في موضوع ثاني. فعمل طبيعي، احنا 24 ساعة مستمرين. ممكن العمل لا يقتصر على رئيس الاتحاد، ولكن هي الأمانة العامة هي تقتصر عليها أكثر العمل، لأن المراسلات تكون يمها. احنا طبعا اليوم نشكر الأخوان بالأندية، كان موجود لشرح موضوع المسابقة بالموسم القادم، وأيضا التعرف على موضوع الموسم السابق وأخطائه. طبعا كل هاي كانت موجودة. أنا كلفت الأخ سرمد عبد الإله النائب الأول في هذا الموضوع. اليوم كنت موجود وياهم بالاجتماع، واطلعت على بعض الأمور اللي كانت موجودة، لأن كنت تعرفون منتهي بموضوع المنتخب وسفري للمنتخب. الأمور تبشر بخير. هناك رزنامة جيدة راح تكون للأندية، لكن أنا اللي ردته منهم واللي انطيته لهم أنه أنا راح تكون عندي العدالة والشفافية موجودة لدينا. لن نجامل شخص على شخص، هاي مسابقة الكل يشارك بيها. راح نحاول نطور من المسابقة. أيضا اجتمعت مع الأخ محمد هيكل في مدريد، اجتماع مطول في موضوع تطوير منظومة الفار. وأيضا طرحت عليه موضوع نقل التلفزيوني للدوري الممتاز، وأيضا الصالات. أريد كل الأمور تكون، وحتى فكرتي يعني من ضمنها يمكن رحت أبعد منها، حتى الفئات العمرية ممكن نحاول ننقل مباريات. يعني اكو شغل، لكن تعرف هو ما صارنا 20 يوم. ان شاء الله انتظرونا فتره، وان شاء الله راح يصير كثير من الامور راح تشوفون. عليك سؤال أخير، استحقاق منتخبنا القادم، رسالة توجهها للاعبين أنت كرئيس اتحاد. طبعا بالتوفيق لكم، كل جماهيركم مساندتكم، عوائلكم تنتظركم. قدموا لأهلكم وناسكم وجماهيركم، لأن هذا حدث مهم. نحاول يكون إدامة عليه في السنوات القادمة، أنه كأس العالم لا تكون حيز المسافات البعيدة. أتمنى منكم تقدموا مستوى جيد، وأنتم قادرين على هذا. أنتم لعبتوا أمام إسبانيا ولعبتوا برجولة. أتمنى أن تظهرون مستوى يشرف بلدكم ويشرف أهاليكم وجماهيركم، وأنا متأكد الكل هو ساند لكم. أنتم اللاعبين اللي موجودين، ال 24 أو 26 لاعب، كل قلوب العراقيين هي داعمة وداعية لكم بتقديم مستوى طيب، فكنا داعمين للمنتخب. حبيبي.